وكلما علا شرف المكذوب عليه كلما قبح الكذب. والكذب على العلماء ليس كالكذب على العامة، فالكذب على العلماء أشد ظلما وأقبح. وما أحوجنا في هذا الزمان لتقرير هذه القاعدة وتكريرها وتكرارها ونشرها، فإن في زمن سهل على الناس فيه أن يكذبوا على ولاة الأمر وعلى أن يكذبوا على العلماء، بل إن كثيرا من الناس من الضلال يرون أن الكذب على ولاة الأمر دين، ويتقربون إلى الله بالكذب على ولاة الأمر، وكذلك الكذب على العلماء. والكذب على العلماء إما بإلصاق ما ليس فيهم بهم، إما بإلصاق ما ليس فيهم بهم، وإما بنسبة أقوال إليهم ليست لهم. فبعض الناس يقول هذا العالم الفلاني فيه كذا وكذا وكذا وهو بريء من هذا، هذا كذب عليه. أيضا بعض الناس حتى يروج ما يريد على الناس يقول وهذا القول قول الشيخ بن باز رحمه الله، وما قاله الشيخ بن باز، أو يقول هذا قول الشيخ الألباني أو قول الشيخ مقبل أو قول مشايخنا الكبار أو نحو وما قالوا. هذا من الكذب عليهم.